السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أماني عابدين. النهاردة جاياكم بوصفة جديدة وسهلة جدا وفي نفس الوقت اقتصادية، والوصفة دي تنفع معانا غدا عشاء فطار. وقبل ما نبدأ في الوصفة نصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ الوصفة بقى مع بعض. أول حاجة هجيب بطاطسيتين كبار، هقطعهم طرنشات بنفس السمك ده. وبعدين هجيب طاسة فيها زيت او سمنة او زبدة زي ما تحبوا. هرص البطاطس بنفس الطريقة دي على شكل دائري وما خليش فيه فراغات، يعني البطاطساية فوق اختها. هنمشي بنفس الطريقة دي لحد ما نملي الطاسة. وبعد ما نملي الطاسة بنفس المنظر ده هنحط عليها شوية ملح وشوية فلفل وشوية بابريكا. وبعد ما حطينا التوابل هنجي بقى نحطها على البوتاجاز على نار متوسطة ونسيبها بقى مع نفسها، بس اهم حاجة نغطيها علشان خاطر تستوي كويس. نجي للخطوة التانية بقى. هنجيب بيضتين وعليهم شوية فلفل وشوية ملح ونضربهم كويس مع بعضيهم. أهم حاجة تضرب البيض كويس خالص. وبعد ما ضربنا البيض كويس هنجيب شوية خضار عبارة عن طماطماية وبصلاية وفلفل ألوان وبقدونس. لو ما عندكيش بقدونس عادي ممكن تستعمل الكزبرة الخضراء. هتقطعيهم كله ناعم كويس. بعد ما تقطعيهم ناعم هتنزلي عليهم بالبيض وتضربيهم كويس. بعدين هتنزلي عليهم بمعلقتين دقيق وبرضه تضربيهم، وعليهم برضو نص كوباية حليب او لبن ونضربهم كويس. هنجي للبهارات هنحط شوية ملح وشوية فلفل وشوية بابريكا. هتقولوا لي حطيتي دقيق ليه؟ هقولكم عشان يربط الخليط مع بعض، واللبن علشان يطعم الخلطة نفسها. هنا قلبنا البطاطس على الوش التاني وحطينا عليها الخلطة. هنوزع الخلطة على البطاطس كلها وبعدين هنغطيه بقى ونسيبه على نار هادية يشرب الخلطة ويتحمر برضو من تحت. بعد ما يتحمر ويستوي من تحت هنحط عليه شوية جبنة موتزاريلا. لو ما عندكيش جبنة موتزاريلا اي جبنة عندك، لو ما عندكيش جبنة خالص عادي ممكن تستغني عنها. انا حطيتها بس كشكل مش اكتر يعني. هنغطي عليها برضو لحد ما الجبنة تسيح، وبعدين هتطلع بالمنظر ده بالحلاوة والطعامة دي. والله العظيم بجد كان طعمها خطير جدا وحلوة وسريعة وفي نفس الوقت اقتصادية، مش مكلفة خالص. كل المكونات هتلقيها عندك في البيت. يلا بقى يا حلوين، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل الفيديوهات اللي انا بعملها جديدة. ما تنسوش تقولوا رأيكم في الفيديو في التعليقات تحت. عايزاكم تجربوا الوصفة الحلوة دي وتقولوا رأيكم فيها ايه، ويا ريت تدعوا لي دعوة حلوة من القلب. وهسيبكم بقى مع الفيديو والوصفة الجميلة دي، واستودعكم الله في فيديو آخر إن شاء الله.